بنحتاج حاجة عشان نحط عليها. حاجة دي بتاعت لحام، اللي هو ما بيخليش الحرارة توصل لتحتيه، حاجة معروفة في اللحام بالذات في الجوهرجية. وادي الزنبلك اهو، انت شايفه ده. وادي بقيته اللي احنا عايزين نلحمه اهو. نحطه مظبوط كده، نلفه كده ونلمسهم ببعض، ومجرد تلامس بس اهو كده. بس نحطها يبقى التلامس مظبوط جدا يا جماعة اهو، زي ما انت شايف كده. التلامس لازم يبقى ايه، جنب بعض على فوق بعض اهو كده بالظبط، بحيث ايه تنزل المادة ما بينهم اهو. مادة اللحام تنزل بينهم، تملى الفراغ بينهم بالخاصة الشعرية، على مهلك خالص، بتاخد وقتك بس كده. تحط نقطة فلكس بتاع اللحام الفضة، مادة مخصوصة اهي. على الحتة دي بس، نقطة صغيرة كده، بحيث انها تخليها ماسكة ببعض. نيجي نحط حتة اللحام الصغيرة اللي قلنا عليها، اللي هناخدها من الفضة، حاجة صغيرة جدا زي ما انت شايف، حاجة صغيرة جدا جدا يعني، ودي تعتبر كبيرة وهنقدر نشيل منها الباقي. أعتقد دي كبيرة، هناخد نصها كده، حاول أهو. زي ما شوف لك، جبنا حتة بقى صغيرة أوي 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 أوي، يعني تلتها، حطها هنا كده فوقيها. زي ما انت شايف كده، خلاص يا لحمت. يعني حاجة صعبة بس كله سهل إن شاء الله. وطبعا زي ما شفتوا منظره يخض جدا يعني، لكن لازم تسويه ولازم تعدل الدواير، زي بتستخدم الزرادية ديت بتاعة الجواهرجية، جميلة بتخليك تقدر تعدل تلف كل حاجة مظبوط وتبقى كل حاجة مظبوطة. ولازم مبرد صغير عشان يسوي لك الحتة اللي انت اتعملت دي، اللي هي هنا اهوت اهي، اللي هي دي زي ما انت شايف اهي، هنا اهي الحتة دي، هي دي اللي كانت معاهم. بنسويها بقى بالمبرد وبنسويها بحيث تطلع في الاخر ما تبانش خالص اهي، باينه من هنا اهي زي ما انت شايفها دي. وتتساوي لغايه لما يطلع كل الدوائر دي سليمه، فما تتخضش خالص. لكن انت لازم تساوي. اهم حاجه يا جماعه في الحته دي ان انت ما تحطش حتتين كبار من الزنبرك دوت، يعني ما يبقاش حته مع حته شابكين في حته كبيره زي كده، لا ده ناخد الحته صغيره دي بالطرف مع الطرف، طرف مع الطرف زي ما انت شايف اهو. فهي خلاص بقت حاجة حتى مش باينة يعني اهي، اللي هي دي اهي، هي دي.